بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بيكم، يا رب تكونوا بصحة وفي خير. النهاردة هنعمل مع بعض مخلل اللفت، وازاي يكون معاكي جميل وبالشكل الورد ده، وهيفضل مقرمش معاكي لآخر واحدة. واستنونا في فيديو تاني هنعمل مع بعض المخلل اللفت لفترة طويلة لرمضان. انا معايا هنا اللفت بالعروش بتاعته. بتختاري الحبة المتوسطة وتكون تقيلة معاكي، علشان اللفت الكبير بيكون فاضي من جوه، بيكون عامل زي الفل وما بيكونش حلو من جوه. انا بقطع العروق اللي معايا هنا وبغسلها كويس، علشان بيكون فيها طينة في النص. وببتدي بأي حاجة كده معايا، سكينة أو مقشرة البطاطس، وبشيل الشعر اللي بيكون في اللفت من قدام، وبسيب اللون الوردي أو بسيب اللون البينك ده زي ما هو. بنضف اللفت اللي معايا بالشكل ده، وزي ما قلتلك بقطع العروق وبغسلها كويس. بنضف الكمية اللي معايا كلها وبغسلها كويس بالمية. بنقطع اللفت بالسكينة او بالقطاعة اللي قطعت اللفت لو معاكي اللي بالشكل ده. بتقطعي التقطيعة اللي انت حباها. انا هستخدم السكينة اللي معايا دي او الاداة اللي معايا دي. بقطع اللفت. معايا نص بنجراية. انا عايزة اللون يكون وردي فاتح. لو حابة اللون يكون غامق او بزيادة معاكي ممكن تزودي البنجر. قطعت الكمية اللي معايا كلها، وقطعت العروق اللي بالشكل ده. دلوقتي بعبي البرطمانات، بكون غسلاها ومعقماها بمية سخنة وبخل، وابتدي اضيف البنجر. ومعايا ورق لوري بيدي طعم وريحة جميلة للمخلل. بحط طبقة من اللفت وطبقة او ورقتين من اللوري والبنجر. بعبي البطرمان اللي معايا كويس. ولو عندك قرنبيط ممكن تقطعيه مع مخلل اللفت، بيكون جميل. الكمية اللي معايا عملت حوالي بطرمان ونص من اللي انت شايفاهم معايا هنا. دلوقتي هنجهز محلول الملح. بضيف 5 كوبايات من المية. كل كوباية بضيف عليها معلقة ملح ومعلقة خل. وعلى ال5 كوبايات مية بضيف معلقة سكر. بضيف على كل كوباية معلقة خل، وبقلب المحلول الملحي علشان الملح يدوب معايا وكل حاجة تمتزج مع بعضها. وابتدي اضيف المحلول على المخلل. لو محلول الملح ما كفاش معاكي طبعا بتعملي محلول ملحي كمان. بنضيف على كوباية المية معلقة ملح لو عايزاه حادق، وبتقللي معلقة الملح لو عايزة المخلل بتاعك الملح بتاعه خفيف.
طبعا المخلل بيبتدي يلون معانا بعد يومين او 3 ايام وياخد اللون الوردي الجميل. ده مخلل اللفت. بعد 3 ايام ابتدى البنجر يلون معانا وياخد اللون الوردي الجميل. وزي ما قلتلك لو عايزة لون المخلل يكون غامق معاكي بتزودي البنجر، بس في ناس كتير بتحبه باللون الوردي ده. وده كان فيديو النهاردة، استنونا في فيديوهات تانية بمشيئة الله.